السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع موعد مباراة الأهلي اليوم مع طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لفريق الأهلي في مباراة اليوم، وإليكم تفاصيل هذه المباراة ولكن بعد هذا الفاصل. يستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في مباراة اليوم، وذلك في إطار مواجهة المباراة المؤجلة من الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وقد انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز فريق الأهلي على فريق طلائع الجيش بنتيجة 2-1، ويحتل فريق الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة، فاز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 27 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وهزم في 11 مباراة، ليكون الفارق 30 نقطة بينه وبين فريق الأهلي. ويسعى فريق الأهلي بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل إسعاد جماهيره ومواصلة الانتصارات، وذلك بعد فوزه على فريق إنبي في المباراة السابقة بنتيجة 2-1. وسوف تنطلق هذه المباراة اليوم الجمعة الموافق 26 مايو 2023 26/5/2023 في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 7 مساء بتوقيت السودان وليبيا وفلسطين، 8 مساء بتوقيت مصر والسعودية وقطر والعراق واليمن وسوريا، 9 مساء بتوقيت الإمارات وعمان. وسوف تقام هذه المباراة على ملعب استاد الكلية الحربية، وسوف تنقل هذه المباراة عبر قناة اون تايم سبورت 1 بصوت المعلق أيمن الكاشف. وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في مباراة اليوم. في حراسة المرمى مصطفى شوبير، وفي خط الدفاع محمد هاني ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي خط الوسط اليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية، وفي خط الهجوم أحمد عبد القادر وبيرسيتا ومحمد شريف. هذا كل ما لدينا عن موعد المباراة، وانتظرونا في موعد مباريات قادمة بإذن الله تعالى، ولا تنسوا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة وتوقع نتيجة المباراة في التعليقات أسفل الفيديو. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.